عارف اللاعب اللي كان بيعدي خط النص كان بيرجع يقول لزمايله هو شاف ايه هناك، مستغرب انا عديت خط النص بتاع منتخب اسبانيا، ياه بس كده. ويا ريته عدى وعمل حاجه. مفيش. ما عندكش كوره. ما تحطليش ماتش السعوديه واسبانيا ده مقياس، وحياة ربنا هيتخرب بيكوا هناك. هتروح كاس العالم ترجع بتعيط، كورتك وحشه، منتخبك وحش، عندك لعيبة ومواهب عايزين حد يلعبهم كورة، وبقية الفرقة مستواهم وحش لأن هم متأسسين وحش. موهبة بس اللي عندك هي اللي فارضة نفسها. يعني مصطفى شوبير موهوب ففارض نفسه، إمام عاشور، أحمد فتوح، مرموش، الناس دي موهوبة فارضين نفسهم. لكن أي لعيب تاني بيلعب كورة أو عايز يتأسس كورة أو عنده أساسيات كورة مفيش انسى. الناس في الاخر بتصدق المذيعين وبتمشي ورا كلامهم. يعني مثلا عندك المذيع النهارده بيتكلم ان الشوط الثاني اسبانيا بتهجم بكل قوتها وعايزه تكسب الماتش باي طريقه، فخرجوا لامين لامال. عايز اكسب فخرجت اهم لاعب عندي. مكسب يا جماعه، فرقه عايزه تكسب طبعا بتموت نفسها على الماتش عشان ماتش ودي كبير جدا. انت بتلعب منتخب مصر فانا عايز اكسب باي طريقه. مصر طبعا اللي عملت ماتش كبير وغير عادي، وان قد ايه مبروك لمصر وقد ايه احنا فرقه قويه جدا، فكانت بتدافع طول 45 دقيقه في ماتش ودي قدام اسبانيا. عادي جدا يا جماعه، دي كلها حاجات عاديه. طبيعي جدا بلعب اسبانيا. طبعا اسبانيا فرقه كبيره جدا، المصنف الاول عالميا، وانا ببين قد ايه انا واقف على رجلي وقد ايه انا منتخب قوي، فدافعت 45 دقيقه قدام فرقه بتلعبني بالشوكه والسكينه. عادي جدا برضو. قلب الدفاع بتاع اسبانيا بيخرج يعدي نص الملعب بتاعك وبعد كده يمرر يعمل لك هجمه خطيره على مصطفى شوبير. مصطفى شوبير طبعا كان بيشيل ما شاء الله عليه يعني. فانت فاهم، قلب الدفاع كان بيخرج كل ده يتمشى لحد ما يعني مش عارف اقول ايه. عامل فريق عمل كبير، اتمنى ان انت تخش معايا. لو عندك اي موهبه او عندك اي حاجه تقدر تحللها في الماتش ابعتها لي في رساله وهتنزل باسمك اكيد. ان شاء الله ننجح مع بعض. سلام.